السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم كل خير، وأهلا وسهلا بكم قناتي مطبخ راس سعيد. فيديو اليوم إن شاء الله راح نبلش نسوي تجهيزات رمضان، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة. فحبيت اليوم أسوي نوعين من الطرشي وأخليكم تستفادون من الطريقة اللي أسويها بيها. بس أول شي حبيت أشوفكم الفطر اللي خزنته، راح أفتح وحدة من عتن حتى تشوفون النتيجة، ونقول بسم الله. ومثل ما تشوفون قدامكم بسم الله ما شاء الله، شوفوا صار له فترة طويلة عندي، وحفظت قسم بالثلاجة وقسم خليته برا على بالكاونتر، لأن أكو بنات سألوني وين نحتفظ بيه. حبيباتي مدام هو محفوظ عادي، حاله حال الفطر اللي تشتريه من الأسواق، محفوظ بالمي ما عليه أي شي، بس من ينفتح وتخليه بالثلاجة إلى أن تكملين استخدامه كله. طبعا هنا دا أسوي دجاج بالفطر والكريمة، وحبيت أجرب الفطر اللي سويته، وبسم الله ما شاء الله هذه صارت النتيجة، وأنا منزلتها هذه الأكلة بالقناة، إن شاء الله تعجبكم. وهسه انتقل وياكم حتى نسوي الطرشي أو المخللات. عندي هنا الشوندر أو الشمندر، راح أقشره. طبعا أنا نقعته عدة ساعات حتى إذا بي أي أتربة أو طين كلها تنزل بسهولة، وراح أقشره. طبعا إذا غسلتوه كل زين تقدرون تسلقوه هو وقشره، بس أنا راح أقشره من الأول لأن أريد أستخدم المي مالته حتى أضمن إنه ما بي أي أوساخ أو طين، فراح أقشره على هذه الطريقة، وأيضا أخليه بمي حتى أتأكد أنه ما باقي أي رواسب من التراب أو الطين. وبسم الله ما شاء الله أنا من أسوي الطرشي يبقى عندي سنة، يعني لأن أسوي كمية تكفيني، وحتى اللي يجي خطار عندي ويتذوق الطرشي يتعجب بيه لأن يصير معتق وطعمه كلش طيب. وراح تقولوا لي شلون تحافظين عليه لمدة سنة. هسه أحكي لكم شلون نحافظ عليه. راح أكمل أني تقشير الشمندر، وهسه راح نحكي عن الألمازة أو تفاح الأرض اللي بالدول العربية شنو يسموه عندكم. أنا كتبولي مرة بعض المتابعات من الدول العربية بس والله نسيت، فاللي يعرف اسمه يصير شكله يشبه الزنجبيل بس هو مو زنجبيل. احنا عندنا بالعراقي اسمه الألمازة أو تفاح الأرض. لا، وأكو بعد تسمية يسموه خشيم الواوي لا تضحكون على الاسم، هذه أهل قبل هم يسموه هالشكل. هنا أيضا أنقعه عدة ساعات وأغير الماء حتى إلى أن ينضف عندي بهذا الشكل، وأبلش أنظفه، الأجزاء المتضررة أشيلها وأقطعه. تمام. وأيضا راح أنقعه بمي إلى أن أكمل. هسه أرجع أحكي لكم شلون أحافظ على الطرشي. أول شي أخلي كمية الملح واضحة، خصوصا إذا أنتوا تريدون تحتفظون به لمدة طويلة، وأفضل أستخدم العلب الزجاج حتى من أستخدم الطريقة السريعة اللي هو الخل المغلي، تتحمل إنه العلب الزجاج أحسن من البلاستيك. من أريد أخذ طرشي أفرغ بحافظة زجاج، هذا اللي راح أستخدمه، ما أجي أرجعه فوق الطرشي الجديد. خلاص هاي هي الحافظة طلعتها أستخدمها إلى أن تخلص. طبعا هنا خليته على النار مع المي، وراح أضيف له شوية ملح. تمام. يعني الملح يعني يكون واضح، لأن أنا أيضا راح أرجع أضيف بعدين أتذوقه وأشوفه. والألمازة أو تفاح الأرض راح أسويها بالطريقة السريعة. أنا صرت كل الطرشي اللي عندي أسويه بهاي الطريقة، يعني ما أنقع مي وملح وبعدين أنتظره كم يوم وأفرغه، لا خلاص أخلي كوبين مي و4 ملاعق من الملح، وراح أخلي كمية من الخل اللي تغطي عندي المواد اللي أنا محضرتها. طبعا تقريبا راح أخلي لتر ونص من الخل، وأنا أحب أضيف مي شوية حتى لا يصير كلش حامض، يصير الحموضة مالته مو هاي اللي تضوج، لا نكسرها شوية. فعرفتوا طريقة انه كيف احافظ على الطرشي من اخذ من عنده ما ارجع الشيء المستخدم. طبعا هنا دا اضيف بودرة العنبة على الخل واتركها تغلي. والوجه مالت الطرشي دائما تكون المواد غاطسة
حاولوا تقصون قطعة بلاستيك وتغطوه. ضيفوا على الوجه زيت زيتون. أنا أخلي وياه مرات ثوم العجم، أخلي وياه الفلفل الحار. فأنتوا الإضافات حسب رغبتكم، بس هي أهم عوامل النجاح إنه كمية الملح تكون مضبوطة، لأن إذا كمية الملح قليلة راح يفصل عندكم وتقوم يطلع هاي المادة البيضة اللي تخرب الطرشي. شفتوا هنا بعد أن غلى الخل مع العنبة ضفت هذا الفلفل الصغار الحار، طبعا يصير كلش طيب. وراح أنزل عليه الألمازة، ما أخليه أكثر من 5 دقائق. هسه هو الخل درجة حرارته قلت لأن الألمازة باردة، فننتظره 5 دقائق ونطفيه خلاص. وأتركه على هالحال، يا أما أتركه يبرد هنا، أو إذا علبكم الزجاج رأسا فرغوه بالعلب الزجاج وانتهى موضوعه، تتركوه يوم يومين يصير عندكم أطيب طرشي. وهنا حبيباتي بعد أن عدت 5 دقائق طفيته وراح أغطيه، راح أتركه إلى أن يبرد تماما، وثاني يوم راح أفرغه بالعلب. هنا أنا عندي الشوندر أخليه ينسلق نص سلقة تمام حتى لا ينهر عندي. وأرفع هذه الرغوة لأن احنا نريد نستخدم جزء من المي مالته. هسه حبايب صار عندي جاهز، أفحصه بالسكينة. هسه انتو هنا تشوفون لونه مو كلش أحمر، بس راح يبرد بسم الله ما شاء الله راح يرجع لونه يصير أحمر كلش حلو. ما أريدها تنمرد الحبة، لا شوية تلين، يعني السكينة تبقى يعني ماسكة بالشوندر. هنا شوفوا هذا ثاني يوم برد عندي، راح أعبيه بالعلب الزجاج، طعمه كلش طيب. وهنا الشوندر راح أبلش أقطعه ونخليه بالعلب. شوفوا بنات هذه العلب الزجاج اللي استخدمها متوفرة بالأسواق. لحد هذا الجزء راح أخلي من الخل أو تخلون المي مال الشوندر، يعني أكثر من الربع خل والباقي هو المي مال الشوندر اللي سلقنا بيه. وأرجع أضيف كمية من الملح حتى أحافظ عليه لأكبر مدة ممكنة. تعرفون يبقى عندكم شهر شهرين 3. أكو عوائل تحب الطرشي يعني هذا ما يبقى عندهم يومين. بالنسبة لي احنا بالبيت أكلهم كلش قليل للطرشي، يعني من أطلع كاسة صغيرة هي هاي كلش كافي. زين ننظف المكان حتى لا يتصبغ عندنا. وراح أضيف من المي مالت السلق مال الشوندر، طبعا يصير عندكم حامض حلو كلش كلش طيب هذه الطريقة. حبيباتي إذا تريدون تحافظون عليه تقدرون تخلون طبقة زيت، وأهم شيء اتأكدوا من إنه الملوحة واضحة حتى ما يخرب عندكم. وبسم الله ما شاء الله هذا صار شكله ريحته وطعمه أطيب ما يكون. إن شاء الله تجربوه عليكم بألف صحة وعافية. حبيباتي وموجود قائمة بالقناة بجميع أنواع الطرشي، اسمها الطرشي والمخللات، تقدرون تستفادون منها بيها حتى الطرشي المدبس. ولهنا يكون انتهى الفيديو مالتي، إن شاء الله يكون عجبكم. وإذا عجبكم لا تنسون تخلوا لي لايك من إيدكم الحلوة وتسوون شير للفيديو بين الأهل والأصدقاء. ألتقيكم إن شاء الله في فيديو جديد وأترككم في حفظ الرحمن.